السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل مع بعض السمنة البلدي. طبعا هعملها لكم من غير ما تشتروا زبدة ولا كده، ولا تشتروا سمنة من بره ولا الحاجات دي. دلوقتي انا محوشة وش لبن. ده وش لبن انا محوشاه من كذا مرة، غالية لبن وشايلة الوش بتاعه. ماشي. وبعد كده جمعت شوية وش كويس حلوين يعني كبار، وبعد كده بروح حطهم في حلة ومعلقة عليهم، واخلي النار يعني وسط لحد ما يغلي، وبعد كده اوطي عليها واسيبها تغلي مع نفسها لحد ما تطلع سمنة ومرتة. دلوقتي انا هحطها على نار وسط لحد ما تغلي، ولما تيجي تغلي هوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي هي غلت شوية. ماشي. دلوقتي بقى هنوطي عليها خالص. ماشي. وهنفضل على طول نقلب فيها لان هينزل المرتة بتاعتها تحت عشان ما تتحرقش. هنفضل نقلب فيها طول ما هي بتغلي على نار واطية. ماشي لحد ما تفصل المرتة لوحدها. هي لسه لحد دلوقتي فصلت بس شوية سمنة فوق الوش، انما لسه المرتة بتاعتها ما طلعتش. هنفضل معلقين عليها واطي، موطين عليها النار خالص، وايدينا فيها على طول نقلب فيها علشان المرتة ما تتحرقش في القعر. لما تفصل هوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده هي دلوقتي بتفصل اهيت بتغلي. طبعا انا معلقه عليها النار واطيه خالص، ولسه المرته تحت اهيت زي ما انتم شايفين، بس هي لسه ما اخدتش لون. ماشي. فانا موطيه عليها عشان المرته تاخد لون، وفي نفس الوقت تنزل برضو تسيح بقيه الوش اللي فيها. زي ما انتم شايفين السمنه طالعه فوق الوش اهيت، والمرته تحت زي ما انتم شايفين كده. هخلصها وارجع اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي المرتة بدأت تاخد لون اهيت، بس لسه ده لون خفيف، انا عايزة تاخد لون اكتر من كده. هحط لها رشة ملح صغيرة زي ما انتوا شايفين، يدوب رشة صغيرة خالص، ربع معلقة صغيرة كده. ماشي. وهقلبها تقليبة برضو حلوة. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده المرتة لسه ما اخدتش برضو اللون، عايزة تغمق شوية. انا حطيت لها رشة ملح صغيرة. افضل اقلب فيها برضو، اسيبها برضو بتغلي، وافضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون ذهبي كده، ذهبي غامق السنة. ماشي. هي كده فصلت السمنة، فصلت السمنة والمرتة. دلوقتي احنا عايزة المرتة تاخد لون، هتاخد اللون بتاعها، اللون اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين. شوف المرتة لسه ما اخدتش اللون اللي انا عايزاه. هسيبها تغلي شوية لحد ما المرتة ما تاخد اللون، وبعد كده هطفي عليها. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي هي فصلت اهيت واخدت اللون. طبعا انا هطفي عليها بقى دلوقتي، لان طول ما هي مطفي عليها لحد ما تبرد هتفضل تدي لون للمرتة. ما انا مش هغمقها قوي لان هتغمق طول ما هي قاعده مع السمنه كده، وانا طافيه عليها هتغمق، هتفضل لونها يغمق. فمش هغمقها قوي قبل ما ساعه ما اطفي عليها، وهسيبها بقى تاخد لونها برضو، هتاخد لون طول ما انا طافيه عليها لحد السمنه ما تبرد. ولما اجي افصلها هوريها لكم، لما اجي افصل السمنه لوحدها والمرته لوحدها هوريكم دي ودي. دلوقتي يا حبايبي انا صفيت السمنه وسبت المرته. حطيت لها شويه ملح وقلبتها شويه على النار علشان كانت عادبه، وعطيتها لون زياده شويه زي ما انتوا شايفين. ماشي. ودلوقتي انا صفيت السمنه، هحط المرته في طبق وهوريكم السمنه والمرته. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي احنا خلصنا عملنا وش اللبن، عملنا منه مرته زي ما انتوا شايفين، وعملنا منه سمنه. حاجه نظيفه، حاجه مضمونه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. شيلوا وش اللبن مرة على مرة لحد ما تلاقوا كمية كويسة عندكم،
وحطوه على البوتاجاز بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها، هتعجبكم. دلوقتي هو دي سمنة، دي السمنة دي السمنة البلدي اللي انا قلت لكم عليها، ودي المرتة اللي طلعت منها، ريحتها جميلة وان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. وعايزة منكم لايك وشير وتعليق حلو منكم يشجعني اقدم لكم كل جديد، ويا رب تكونوا بتستفيدوا من وصفاتي. يلا مع السلامة.